مش إذا كتبت إحدى الصحف أنه علي حجازي غادر لبنان فور سقوط النظام تحت ذريعة ملاقاة زوجته، يعني صح. أنا قالوا هربت ال- على العراق وفتحت الفيديو شغل بالعراق. نعم، الفيديو الأخير الذي نشرته وتحدثت فيه عن معركة حمص وجين على الموضوع سجلته في العراق. هي واحد. اثنين، أنا عم بفتح شغل بالعراق، عيب أو مش عيب؟ الشغل بالعراق عم يعملوا هجوم علي. خيي أنا بيشرفني أني عم بفتح شغل بأي بلد وبأي دومين. يعني أنا أحسن من زعيمك، لا بيجيني تمويل خارجي، ولا مرتكب قضايا فساد بالدولة، ولا معي عشرات ملايين الدولارات اللي مش معروف مصدرها، ولا عندي أملاك بمئات ملايين الدولارات، ولا مرتكب لي 10,000 مزرة بالحرب الأهلية. وبالتالي هذا شرف إلي وليس تهمة. بس هيدا مش هيك علما مخرج لك انه البعض عم بيقول لك رح انه خلص هلا رح ينتهي شغلك وترجع، يا اما بدك تشتغل ب من يحكم مزبوط معلم شاورما. عم بيقولوا ما بعرف ليه عم عنا بيربطوا معلم ما شاورما. بيأثر عنا يعني سلسلة كل مطاعم الاشغال مش شاورما. عيب عندنا سلسلة مطاعم شاورما، او صحافه بدك كنا ترجع. وصلنا على 7 فروع، الحرب ردتنا ل5. بيبقوا واحد، بيصيروا 10، بيكونوا بلبنان، بيكونوا خارج لبنان. هذا شرف إلنا. وإذا هن مفترضين إنه هيدي التهمة، يا خيي نحن قبلانين. لا، الشغل برجع مش عيب بقول لك، اكيد. نحن ما صبينا جثث ببراميل بطون وكبيناها بالبحر. هيدي التهم. ولا عملنا حواجز، ولا جينا على لبنان معنا 100 مليون دولار وورتنا ولادنا 10 مليار.